عارف ان في طلبة دلوقتي بيكسبوا اكتر من موظفين الحكومة؟ والاغرب ان في ناس بدأت من الموبايل القديم ومن غير اي رأس مال، وبتدخل ليهم شهريا من 1000 ل 3000 جنيه. خليني اقولك الحقيقة، الانترنت مش مكان للكسلان. اي فلوس هتكسبها هنا محتاجة صبر وذكاء. انا نفسي كسبت $5.77 من تصميم بسيط عملته على كانفا، ورفعته على موقع برنت اون ديماند لبيع التيشيرتات، وده كان اول فلوس اونلاين عملتها في حياتي. يلا بينا ندخل على السبب اللي يخليك تبدأ دلوقتي. في 2024 ملايين الشباب جربوا الشغل الحر، وفي ناس بتكسب من 500 ل 1500 جنيه شهريا جنب دراستهم، واللي بدأ بدري النهارده بيعمل دخل محترم جدا. ويلا بينا ندخل على المجالات اللي ممكن تبدأ منها وتحقق كل الأرباح دي. أول مجال عندك هو الفريلانسنج، العمل الحر. عندك موقع زي خمسات ومستقل وأب وورك وفايفر، دول مواقع بيقدموا لك حتة إنك ممكن تقدم على شوية خدمات وتقدم المهارات بتاعتك وتقدم البورتفوليو وتجيب تقييمات وفلوس. تمام؟ انت لو مبتدئ ممكن تعمل من 500 ل 1000 جنيه في أول شهر لو اشتغلت ساعتين أو 3 ساعات يوميا. يعني أنا بتكلم ده بس انت مبتدئ، أما بالك لو بقت محترف. لو بقت محترف ممكن تحقق أصلا الضعف. لما انت بتيجي تخطأ الخدمة مثلا اللي بعد كده بتكون أفضل من الخدمة اللي قبليها، لأن انت بتتعلم من أخطائك. فانت لما تكون مبتدئ انت بتخطأ كتير جدا، فانت لما تبقى محترف هتكون عديت تقريبا أخطاء كتير قوي. فالأخطاء دي أصلا بتزود لما انت بتعالج الأخطاء، فبتطلع خدمات بكواليتي عالية، فبالتالي بتكسب ضعف الفلوس. تمام؟ قصة مريم، طالبة عندها 19 سنة، بدأت بكتابة مقالات. أول شهر جالها 150 جنيه، بعد 3 شهور بقت معاها 1500 جنيه. ده بيدل ان انا كلامي اللي انا قلت لك صح، كل ما بتعالج اخطائك كل ما فلوسك بتزيد. يعني هي لو كانت استمرت بالوضع بتاعها كان زمانها هتكسب 150 شهر الاول، 150 شهر التاني، شهر التالت 150، يبقى كده 450. لا، هي كسبت 1500 جنيه، كل ده من مقالة واحدة. 150 جنيه بعدها ايه 1500 جنيه بعد 3 شهور. طيب سوري لو طولت عليكم في اول خدمة دي لانها مهمة جدا. تاني طريقة التسويق بالعمولة، الافيليت ماركتينج. برامج زي نون وجوميا او امازون، دول البرامج دي انت لما بتيجي تخش وتعمل حساب عندهم بيقدموا لك ممكن تاخد لينك لاي منتج. يعني انت عندك منتج، المنتج ده طالع ترند، تقوم واخد منه لينك، واللينك ده تسوق له على الصفحات بتاعتك، وكل واحد هيجي يخش يدوس على اللينك ده اول ما يشتري انت هيجيلك نسبة من المنتج. طبعا دي على كل برنامج وحاجته، وممكن كمان في برامج بتقدم لك كوبونات خصم. مثلا لو سوقت 20 منتج بسعر 200 جنيه هتكسب حوالي من 600 ل 400 جنيه، ده على الاقل. انت ممكن تسوق تسويق احترافي جدا وتجيب اضعاف اضعاف، وكل الكلام ده ايه وانت نايم تصحى من النوم تلاقي مثلا اتحول لك 3000 جنيه على حسابك. تالت طريقه بيع المنتجات الرقميه. ممكن تبيع كتب PDF او كروت دعوه او لوجوهات او تصميمات على كانفا او كورسات تباع على يوديمي، او حتى تعمل صفحه تيك توك وتحط عليها الكورسات بتاعتك عادي، لان في فرق ما بين منتج حقيقي بيتمسك وفي منتج رقمي. لو انت بعت كتاب PDF 30 جنيه مش $30، لو بعت من الكتاب ده 100 نسخه بس هتكسب 3000 جنيه من كتاب واحد PDF. بالك بقى لو عملت كورس يوتيوب، كورس على يوديمي، عندك مهاره معينه فبتحب تعلمها للناس تكتب عليها فلوس طبعا. نيجي لرابع طريقة، هي إدارة حسابات السوشيال ميديا. أي محل صغير ممكن يدفع لك من 1000 ل 3000 جنيه لإدارة صفحة فيسبوك. يعني أنت ممكن تخلي نص ساعة مثلا من يومك تدير له الصفحة وتاخد المرتب ده. تمام؟ وخامس وآخر طريقة إنشاء المحتوى على يوتيوب أو تيك توك، المنصات اللي كلنا قاعدين عليهم طول الوقت. الفيديوهات الشورتس بتجيب مشاهدات ضخمة، وده بيؤدي لإعلانات ورعاة. عندك معلومات مثلا عايز تقدمها او قصص او حتى فيديوهات مضحكة،
تقدر تعمل صفحة من دلوقتي وتبدأ. شخص عربي على فايفر بدأ بشغلانة تفريغ صوتي ترانسكريبشن، دلوقتي بيجيب 150 جنيه شهريا. يلا بينا ندخل بقى على الخطوات. البداية، أول حاجة اختار مجال واحد وركز فيه، مجال من اللي احنا قلناهم دول، المجال اللي انت حسيت نفسك ان انت هتأدي فيه وانت حابه ابدأ فيه، مجال واحد وركز فيه عشان ما تشتري نفسك. تمام؟ اتعلم الأساسيات من اليوتيوب، مثلا اعمل حساب على خمسات أو فايفر، ابدأ بسعر بسيط عشان تجيب تقييمات، طور نفسك كل أسبوع. ويلا بينا نخش على آخر نصيحة، ما تستناش تبقى خبير عشان تبدأ، حتى لو بدأت بحاجة بسيطة زي إدخال البيانات أو تصميم صور على كانفا، هتلاقي نفسك بتتعلم بسرعة وفلوسك بتزيد. لو عايز أعمل لك كورسات مجانية لكل مجال من اللي قلتهم اكتب لي في التعليقات المجال اللي نفسك تتعلمه وأنا هبدأ فورا أعمل لك الكورس. ويا ريت كمان تشاركونا بأفكاركم للفيديوهات الجاية واشترك في القناة عشان تتابع الفيديوهات الجاية، ويلا بينا نحقق دخل مع بعض. وما تنساش تعمل شير للأصدقاء اللي عايزين يبدوا مصدر دخل، وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، وسلام.